السلام عليكم خوتي. اليوم راح نتكلموا بصورة مختصرة على مباراة القادمة للمنتخب الوطني أمسية سهرة الغد ضد منتخب الأوروغواي. راح نتكلموا بصورة سريعة. منتخب الأوروغواي خوتي منتخب صعب وسهل في نفس الوقت. كيف ذلك؟ منتخب يلعب على التكتل الدفاعي، منتخب يلعب 4-4-2 أو 4-3-3. بمعنى هذا المنتخب يلعب بصفوف متراكبة، صفوف متقاربة في الدفاع. أي أنت تحاول تبني اللعب تاعك وتلعب له ببلوك متقدم، راح تتلقى صعوبات لأنه هذا المنتخب يتكتل دفاعيا جيدا، وفي حالة ما إذا هو يتكتل جيدا ما راح تسجل له، وراح يلعب لك مرتدات وراح راح يهزمك خوتي. نعلم أن هذا المنتخب مؤخرا ما كانش في أفضل أحواله، شفنا خسارته من المنتخب الإنجليزي، وقبلها هزيمته بفضيحة بخماسية ضد المنتخب الأمريكي. ولذلك شفناه باللي تلقى هدفين من كرة ثابتة. و منتخب أمريكا منتخب إنجلترا لعبوا على نقطة ضعف هذا المنتخب، بمعنى أنه انت طريقة لعبك لازم تكون ببناء اللعب من الخلف واجبار المنتخب الاوروغواي على تصعيد الضغط، يلعب بضغط عالي، يعني اخراجه من المنطقة. عند حين تخرج المنافس من المنطقة يمكنك لعب مرتدات، ولكن هذه الخطة خوتي تتطلب انه يكون عندك اجنحة سريعة جدا وخفيفة. نتمنى يكونوا الأجنحة تاعنا في مستوى في هذه المباراة، ولما لا إعطاء الفرصة لجناح أيمن مع محرز. جناح أيسر عندنا كل من عمورة وبولبينا، إن شاء الله يكونوا في المستوى هما أيضا. وسط الميدان شخصيا أتمنى إشراك نتكلم على وسط الميدان دفاعي مليح. تطراوي لاعب ممتاز، بالإضافة إلى عبد الليل. أما زروكي خاوتي ما انتهى الكلام على زروكي، ما راحش يقدم الإضافة المطلوبة خصوصا ضد منتخبات قوية. وبالإضافة إلى عودة غويري عودته أعطت الكثير للمنتخب. نحتاجه كثيرا خصوصا في هذه المباراة، في حالة ما إذا لعبنا على المرتدات. وبالتوفيق للمنتخب الوطني، رغم أن هناك صعوبات كبيرة في كأس العالم القادمة، ما راحش تكون مأمورية سهلة. ونتمنى يكونوا اللاعبين الجدد في المستوى. لوكا زيدان أثبت مكانته في حراسة المرمى، حارس ممتاز. أما البقية فعليهم العمل، وهنالك منافسة على المناصب، شيء ممتاز. ناير المدافع ناير يمكن أن تعطى له الفرصة اليوم، خصوصا وأنه قد يلعب بثلاث مدافعين في مركز الدفاع. شفنا عبادة قدم مباراة ممتازة كظهير أيمن، ويمكن الاستفادة منه أيضا في مركز الدفاع. عندنا خيارات دفاعية. حجام مازال قليل باش يولي، ورغم أنه عاد إلى التدريبات الفردية لكنه للمونديال راح يكون جاهز. أما بخصوص مباراة اليوم راح يلعب أيس نوري حاجة بين كظهير أيسر. في وسط الميدان كما قلنا بن سبعيني مندي، وبالإضافة إلى الثالث أرشح عبادة، بما أنه عبادة قدم مباراة ممتازة في المرة القادمة في المرة الماضية. يعني عندنا إضافات جديدة في المنتخب، نتمنى نشوفوها. ماذا بينا نشوفوا دماء جديدة هيدا تتحرك. ولو أنه متأخرين قليلا في إعطاء الفرص للشباب، ولكنه إن شاء الله يكونوا في المستوى، وإن شاء الله يكونوا مستعدين لكأس العالم. ولو أنه كاين شوية صعوبات في ظل الاعتماد على بعض اللاعبين الكبار في السن، إن شاء الله يكون فيها خير.